قلبي كان يوقفني لما اذا بده يوقفني شرطي. لاقي في تحسن انت؟ الأسوأ. للأسوأ. ايه. صار لي 3 شهور عم دور شغل ما في شغل تهاون. الأمن والأمان، الاستقرار فقط. والله هن ما عم يقصروا، بس يضاعفوا جهودهم بس مو أكتر. يعني احنا لاحظنا في فرق، لو انه بسيط بس يعني في فرق. اسعار البيوت كتير غاليه والاجارات لسه مثل ما هي وعم تغلى كمان. والله لحد الآن ما شفنا شيء، يعني ما شفنا شيء ملموس. نعيش بحرية، نعبر عن رأينا، نقول اللي مضايقنا. طب قبل كان فيك تجاوبي هيك جواب؟ أكيد لا. فمعناتها صار في حرية. إن شاء الله نتأمل الخير نحن. كتير ناس ضحت لو وصلنا لهي المرحلة يلي نحن فيها بسوريا، مرحلة الحرية اللي صار فيك تحكي أي شيء ولكن ضمن الأدب وضمن الأخلاق وضمن معايير محددة بدون الإساءة لأي شخص. اليوم أنا معكم لننزل على الشارع السوري نشوف شو متطلبات الشعب من حكومتنا الجديدة ورح ينسمع صوتهم ولا لا. اليوم أنا بنظري الحكومة عم تشتغل شغل كتير حلو والإدارة الجديدة عم تشتغل شغل كتير حلو، بس خلونا نشوف رأي الشارع السوري كاملا. مرحبا. اهلا وسهلا. بدنا نسألك سؤال بتجاوب بكل حرية وصدق. نعم تفضل. شو رأيك بالشيء اللي عم تقدمه الحكومة الجديدة؟ حاليا هذا الشيء اللي عم يصير هلا بالبلد ما في وقت انه الحكومه تتفضل الامور الداخليه، يعني انشاء يعني تطوير البنيه التحتيه، هلا ترميم الضرر اللي صار نتيجه الحرب 10 سنين. هلا الوقت الحالي المفروض الحكومه تلتهي بتوحيد الصف، انه سوريا كلها تكون بلد وحده، ما نلتهي هلا بالشغلات الصغيره على حساب انه يروح شقف من سوريا، تروح مناطق من سوريا مشان نحن والله كهرباء ولا مي ولا غاز ولا شغلات بسيطه مثل هيك. نحن عايشين حتى لو كانت صعبه بس عايشين ان شاء الله. يعني اليوم نحن كثير عم نشوف انتقادات، مثلا ما عم يحسنوا شيء بالبلد، لا بالشوارع لا بالابنيه، لا انت شايف في تحسن ولا لا بكل صدق؟ لا طبعا في تحسن. الكهرباء عم تجي، صارت قبل ما كانت تجي. انا بكفي انه عم احكي، انا هلا مالي خايف يوقفني شرطي، قبل كنت خاف يوقفني صار شرطي. في حريه التعبير. قلبي كان يوقفني لما اذا بده يوقفني شرطي. البلد صار فيها اريحيه، مبسوطين عايشين، الناس عم ترجع الروح للبلد شوي شوي، البلد تزبط. طيب لفرضا هلا الحكومه شافت حلقتك، شو متطلباتك؟ طلب واحد اطلب منهم طلب. هلا اهم شيء كبنى تحتيه الكهرباء. الكهرباء بتحرك الانتاج، بتحرك كل شيء بالبلد. الكهرباء، المازوت، يعني هدول الشغلات لازم تامنهم البلد. الدوله مشان تحرك البلد بس. اذا كل الناس بتفكر مثل هذا الانسان سوريا صارت بخير. شكرا كثير لك. الله جزاك الله خير. الناس صارت حرة أكثر، ناس كان عليها جيش مطلوبة سنين طويلة ما بتقدر تفوت ولا تطلع، وبتخاف من حواجز الطيارة ومن الدوريات. وكان في شيء مشهور عنا هون بالشام اسمه الفيش. الفيش ايه؟ حاجز طيار بياخذك بيقول لك هات هويتك، بينطرك ساعة، حتى لو ما عليك شيء أنت رح تنطر ساعة. هي بتوقع هم كل شاب كانت خلص منها. انت كنت مطلوب؟ ايه. لشو كنت مطلوب؟ جيش. قديش تميت متغرب؟ كنت بأجل، أنا ما كنت متغرب، كنت موجود بالبلد. كنت مخبي يعني؟ ايه. كنت أجل بالإعالة. تمام. وكل كل سنة يقدم ورائي، أنا من اللادية. تمام. قدم ورائي بهم بالتجنيد العامة. تمام. بدهم يرفعوه بالبريد العسكري السريع. تمام. طبعا هيك كنا مسمينه البريد العسكري السريع. بده 3 ل 4 شهور. تمام. أنت وانت بتقدم وعايش برعب هال4 شهور. هلا على الله يعني كنا عايشين نحن. طيب ما بدي اقول لك برعب انه مكبوتين وميتين خوف، لا يعني تعايشنا طيب مع الموضوع. هي من الناحية الأمنية، من الناحية الاقتصادية ومن الشوارع ومن التجارة لاقي في تحسن أنت؟ الأسوأ. للأسوأ؟ ايه. شو السبب؟ كل الأجارات غليت. تمام. العقارات غليت. صح نزلت أسعار المحروقات بس التكاسي لسه على حالها. يعني اليوم أنت بتوجه رسالة للحكومة هي تخفيض أجور البيوت، أكيد. المنازل والمحلات التجارية. تماما. تماما. شكرا كثير. يعني ما بيقدروا يخفضوا هن بشكل مباشر، يعطوا يعملوا توجيهات، رقابة، يعملوا رقابة، يعملوا عليها ضريبة كبيرة اللي بيرفع السعر. يعني في ألف حل، في كتير حلول. مزبوط كلامك، مزبوط. يعني اليوم نحن الشاب بيوجه رسالة للحكومة هي متابعة أجور المنازل والمحلات التجارية وكذا. أكبر هم يعني شايفه هلا أنا مو بالضرورة أكون عايشه، بس في ناس حوالي عايشته. ايه والله في تحسن الحمد لله، بس شعبنا اللي ما عم يخلوه لرئيسنا انه يشتغل مثل العالم. هن بدهم يعني مستعجلين عليك نور، مو انه عندهم صبر انه مدري شو. لا والله في تحسن، بس انه هالغلا عم يحاسبونا على الدولار ونحن معاشات متقاعده. يعني شو بتعملوا؟ عم يمشونا على الدولار ونحن معاشنا مو على الدولار. نتامل انه ما بعرف شو بدي اقول. هي انا بقول لك اليوم اذا الحكومه عم تسمعك، شو
طلبت منهم طلب واحد، لفرضا هذا طلبك حيتنفذ، شو متطلباتك من أنا الحكومة؟ متطلباتي من الحكومة إنه معاشنا مثلا يقدر المعيشة، مو إنه مثلا معاشنا زادت المعاشات زادت المعاشات وفي غلا، شو بيؤدي للتقاعد؟ بس هلا في كثير ناس عم تقول انه صار في رخص بالمواد، صار في كذا. هلا عندك الكهرباء، عندك المي، عندك شو بدي اقول لك المازوت اللي هي يعني وين هلا المازوت في رخص، بس الكهرباء ما بنعرف بكره شو المستقبل فيها. تمام مزبوط. ايه هذا هو. يعني انت بنظرك صار في تحسن ملحوظ في بالبلد؟ تمام، بس اذا زادت المعاشات بدنا نكون بشيء مقابله، يعني نمشي مثلا على قد معاشنا. تمام. يعني لو زاد مثلا رخصت الشغلات، معاشنا يزيد منه شوي، نقدر نقيم منه توفير، بس ما عم ينقام منه توفير. تمام. وزين والله الحمد لله رب العالمين. طب لفرض هلا عم يسمعوك، شو الطلب اللي بتطلبه منهم؟ ان شاء الله بيفتحوا شغلات وكازات مشان هاي الشغله، هسه بيع مسابح ممنوع هاي الشغله، تمام. بس ان شاء الله اذا فتحوا دوله ان شاء الله بيفتحنا شغل كمان، بشتغل ما مع عمل، بشتغل بالفابريكات احسن شيء علينا. تماما. طب اليوم انت مو لازم انت تسعى لحتى تشتغل هذا الشيء، يعني اليوم مثلا عم تقول لي ممنوع البيع بالطريق، ايه. هلا باي بلد بالعالم ممنوع. مزبوط. تمام. فاليوم نحن مو كل شيء بدنا نجي على الحكومه، اليوم مشان المنظر الحضاري خصصوا اماكن خاصه لهذا الشيء، شو رايك بهذا الموضوع؟ مزبوط، خليه زين والله، هيك احسن شيء، بس خلينا فتحنا الشغل احسن شيء. هسه دورت انا صار لي 3 شهور، انا صار لي 8 شهور جيت من تركيا، تمام. صار لي 3 شهور عم دور شغل ما في شغل تهاون، امنتينا 50,000 لا تاخذنا 50,000 ما يكفيها اليوم علينا. مزبوط كلامك. مزبوط، اليوم بيت ايجاري انا 800,000. ان شاء الله بنقول يا رب هيك تتحسن البلد اكثر، ان شاء الله. والحكومه ان شاء الله ما عم تقصر لا الحمد لله احسن من اولي. تماما. احسن من اولي تماما بالمية 100. الله يعطيهم العافيه، والمهم نحن بيدنا الامن والامان، هذا الاهم شيء يعني موجود عندنا حاليا الحمد لله. طب لفرضا صوتك رح يصل، في طلب لك حابه تطلبيه من الحكومه الجديده؟ الامن والامان، الاستقرار فقط. 180 درجة، ما شاء الله. شو التحسن اللي شايفه انت؟ كل شيء على كل الأصعدة، مثل من الصفر لل100. أنا مهندس معماري 50 سنة صار لي. الله يعطيك العافيه. خليل يا يدي بعمرك. ومر علي عصور كثيرة مثل العصر ما مر صدقا. يعني في تحسن بالبنيه التحتيه أهم شيء النوايا صادقة. الحمد لله. بما أنه النوايا صادقة بيطلع المبنى. يعني ناس عم تشتغل من قلب ورب. بفعل رب العالمين. طبعا. هي ظلم الشام وأهل الشام وأهل سوريا كمان، هذا اللي وصلون، اللي بعث لنا إياهم لينغزوا الموقف. الحمد لله. طب لفرضا اليوم الحكومه عم تسمعك، شو بتطلب منهم طلب؟ والله هن ما عم يقصروا، بس يضاعفوا جهودهم بس مو أكثر. والله الحكومة الجديدة يعني الله يعطيها العافية، يعني احنا لاحظنا في فرق لو انه بسيط، بس يعني في فرق، ويعني احنا بدها وقت هي هاي القصة. متطلباتك؟ متطلباتي والله قصص الأجار والبيوت، أسعار البيوت كتير غالية، والأجارات لسه مثل ما هي وعم تغلى كمان، والبلد كتير معجوقة والمواصلات كتير صعبة. هلا البلد معجوقه بسبب السيارات الجديده اللي فاتت على البلد، يعني كان الشارع استيعابه مثلا 1,000,000 سياره، اليوم صار في 5 مليون سياره لفرض. كتير عجق. وبالنسبه يعني انت بتوجهي رساله للحكومه هي ضبط اسعار المنازل والاجارات البيوت. ايوه والاجارات والملك كمان، الشراء كله غالي حتى بالارياف. حتى بالارياف. ايه والله. عندك اي متطلب ثاني؟ حطوا لنا برامج. برامج مسابقات؟ ايه حطوا لنا نعملكم برامج مسابقات، يعني بنظرك هلا انت الحكومه الجديده يعني انت ملاقي في فرق؟ ايه في، يعني مو بس حكي جرايد. لا لا عن جد من اول اسبوع يعني لمسنا هالشيء، والكهرباء متحسنه كمان الحمد لله. المواد الغذائيه يعني رخصت. بس الذهب غالي. ذهب غالي. الذهب عالمي. لا الذهب نحن بدنا نجيب ذهب. لا بنظري عم شوف التحسين يوميا، في تحسين جديد، وهي امور يعني بتلمع صورتنا قدام العالم كله. طب لفرضا الحكومه عم تسمعك هلا، شو الطلب الوحيد اللي بتطلبه من الحكومه؟ والله انا بقول الله يوفق الحكومه وتنظر لاحوالنا، يعني انه ما لنا قدرانين على تكاليف الحياه. يعني التخفيض من اسعار المعيشه، من القصص، من المواد، من نعم، او زياده الدخل. والله لحد الآن ما شفنا شيء، يعني ما شفنا شيء ملموس. الشوارع، الكهرباء، هلا البنية التحتية في تحسن، الكهرباء في تحسن للأمانة. تمام.
بس لسه البلد بده شغل، لسه بده وقت اكيد لحتى اكيد يعمل. بدها شغل. طيب بس انه ما في تحسن بالمره انت بنظرك؟ هلا في تحسن، يعني لهلا في تحسن الحمد لله، في بعض الشغلات ملموسه، يعني واولها الكهرباء الحمد لله صرنا نشوفها. طيب كنا هيك ما كنت ما تشوفي لفرضا صوتك مسموع وقلت لك اطلبي طلب من الحكومه الجديده، شو بتطلبي؟ يضل الامن والامان بهالبلد، ونضل هيك نعيش بحريه، نعبر عن راينا، نقول اللي مضايقنا. طب قبل كان فيك تجاوبي هيك جواب؟ اكيد لا. فمعناتها صار في حريه. ان شاء الله نتامل الخير نحن. تماما، يعني بس متطلباتك الامن والامان. الامن والامان، شكرا كثير. مو إلنا لاولادنا. لا لك ولاولادك، لا لك ولاولادك كمان. ان شاء الله ان شاء الله. تماما، شكرا كثير لك. يعطيك الف عافيه. ومثل ما شفتوا بنهايه الحلقه متطلبات الشعب السوري تقسمت بين مراعاة أجور المنازل وبين الأمن والأمان يلي لازم يكون ببلدنا مثل أي بلد. رح نترك لكم تعليق وأنتم كمان اكتبوا لنا بالتعليقات شو متطلباتكم من الحكومة وشو رأيكم بالشغل اللي اشتغلته الحكومة بهي الفترة. وسلامات.